رسائل وجدانية بعنوان أوراق الليل، للعراقي الدكتور عبد الرزاق فليح العيساوي. الإهداء: إليك لأنك أنت، لا يساويك غيرك أنت. العنوان: أوراق الليل. رسالة اليوم الأربعاء 3 ماي 2023. لأنك أنت، ولأنك أنت رحيق الورد، فأنت تبقين غاليتي. هذا اليوم كانت الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ومواسم حصاد القمح الذهبي على الأبواب. عصافير الدوري تحوم فوق الحقول، تبحث عما يسد رمقها، ناثرة موسيقى زقزقتها. وأنا أسير بين الحقول، لا لأحصي مساحاتها أو أحسب إيراداتها، بل كنت أبحث عن كلمات منتخبة كي أرددها، لتكون وسيلتي في مسح الضباب عن زجاج نوافذ روحي. كلمات مشتقة من هسيس سنابل القمح، وهي تعانق بعضها البعض، معلنة تجاوبها لوقع إيقاعات رياح الشمال. بدأت الشمس تغادرنا أنوارها ببطء، فأزهرت بلون الغروب، وعلى سعف النخيل راحت طيور وعصافير تحط وتصوت بصخب، وكأنها بصخبها هذا تستعجل مجيء الليل لتسكن إليه بهمود وسكينة، بعد كدح يوم قضت فيه نهارها باحثة فيه عن أرزاقها. من جهة النهر طرقت سمعي ضحكات عالية تعودت على سماعها عندما يكون صيدهم مجزيا وفيرا. بحثوا في مياه النهر فاصطادوا، وبحثت أنا عن كلمات فلم أجد غير صوت سنابل وحفيف أوراق شجر وصفير ريح خافت. ابتسمت، بل ضحكت، لا بل قهقهت، لأني لم أجد حروفا أو كلمات، لكني وجدت في دواخل نفسي إحساسا غامرا بوجوب الرجوع للبيت. قفلت راجعا للبيت، وفي غرفتي المطل شباكها على فسحة من الحقول جلست، ومن خلف الشباك رحت أنظر لنجوم بدأت بالظهور. وعلى سطح الطاولة التي أمامي انتثرت وكالعادة أوراق وكتب وأقلام. أمسكت القلم وكتبت بتشنج: أتحداك. فجأة توقفت عن الكتابة. نعم، توقفت، لأني سمعت جوقة أطفال من أطفال قريتنا يغنون بفرح نشيدا للعصافير وللشمس وللقمر. فصار إحساسي إنهم يغنون لنا أنت وأنا. لذا تركت قلمي محلقا في ذكرى من أنوار عينيك. تحياتي. رسالة اليوم الخميس 4 ماي 2023. لأنك أنت، ولأنك أنت أرى إلزاما علي أن أكتب لك عن كل شيء. أكتب لكسر طوق المسافات الذي يفصل بيننا. اليوم استيقظت فجرا يغمر بدني ذلك الكسل الذي لا أحب الاستسلام له. نهضت وعلى عيني بقايا نعاس هزيل، وشفتي بين الحين والحين أمطهما بتثاؤب أحاول كبحه. ففي داخلي يقظة روح، وداخل رأسي عقل يتوهج بإلحاح يستنهض نفسي أن تأتمر منفذة نداء يقظة عنفوان بهجة. يقظة تتموج بين أنوار فجر وليد وبشائر ولادة يوم جديد. لأنك رحيق الورد كان يوما جديدا طافحا ببشرى الأمل، لأن وجهك يملأ كل مساحات الروح والقلب.
بل تشرق به كل ذكرى. ربما تتصورين أو لا تتصورين، ربما ستضحكين ضحكة قصيرة، وربما ولكنها كلها احتمالات تسير في مسار واحد. وأنا واثق تمام الثقة أنك ترغبين في أن تكسري طوق المسافات ولو بكلمة أو عبارة. اليوم توجهت مباشرة إلى نهر دجلة القريب من مزارع قرية منسي قدم الجبل، لأني كما ذكرت لك برسالتي بالأمس بأني كنت مشتتا هائما أتجول بين نباتات الحنطة التي صارت بعمر الحصاد. أما اليوم فلقد دخلت النهر وعبرته ذهابا وإيابا. كان الصيادون من أبناء قريتنا يغنون بأصوات اختلط فيها الهم مع التحدي، وامتزجت معها أحزان مخففة بكلمات مطعمة بومضات أمل. وكما تعلمين إني لا أحب الأفكار والأقوال والأفعال المحنطة، لذا انضممت للصيادين ساحبا معهم حبال شباك الصيد. كانت الأسماك تقفز للأعلى بمحاولة للإفلات والتحرر، فتعكس أجسامها ضياء شعاع شمس الصباح. سررنا كثيرا لأن حاصل الصيد كان وفيرا. عدت للبيت بروح متجلية غسلتها مياه نهر دجلة. عدت ب3 سمكات كهدية لي من الصيادين. كل شيء كان هادئا في دواخلي إلا ضجيج سعادتي التي أتمنى أن تغمرك وتضج في داخلك غاليتي مثلي. تحياتي. قبلها وفيها وبعدها أشواقي وأشواقي.